بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات الإلهية فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا النظر إلى جماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ساعة مع نور. قناة ساعة مع نور قناة شاملة مميزة تشمل السياسة والترفيه والدين وكل ما يخص المجتمع وأخبار عاجلة، وقناة تعتمد في الفيديوهات الرئيسية على فيديوهات مميزة للدكتور مبروك عطية وللشيخ رمضان عبد المعز والدكتورة نادية عمارة والدكتورة سعاد صالح والدكتور توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور وفيديوهات لأسامة منير والدكتورة هبة وفي فيديوهات مفاجأة هتعرفوها أول ما تنزل على القناة. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. زر الجرس ده مهم انكم تفعلوه عشان يجيلكم اشعار بالفيديوهات اللي بتنزل على القناة، واتمنى دعمكم وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اعزائي المشاهدين زي ما اتعودنا بنعلق على الفيديو الاول وبعد كده بنشوف الفيديو بالكامل. الفيديو ده صادم وحش مصدق اللي بيسمعه ومستوى الانحطاط الاخلاقي اللي بقينا فيه.
المتصلة بتقول ان ابوها عنده 50 سنة وبيمارس افعال قوم لوط، وشافوه كذا مرات كتيرة ومش عايز يتوب، وكمان حبسهم، والعلاقة الشرعية بين هذا الأب وزوجته غير موجودة. المهم البنت بتقول أبونا حبسنا ومش عارفين نعمل معاه ايه. أنا ليا تعقيب، طبعا هتسمعوا رد الشيخ على المتصلة. ليا تعقيب، الأب ده اللي عنده 50 سنة مش عامل حساب الموت، ان يموت على هذه الفعل البشع. وكمان انت بتجاهر بالمعصية، ومعصية كبيرة، مش مستحي من الله، مش مستحي ان الناس عارفة عنك انك بتعمل هذا الفعل الشاذ، وعيالك يعني ايه الجرأة اللي انت فيها دي؟ يعني فيديو صادم يعني. ولكم التعليق. شكرا لحسن المتابعة، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يسالكوا كل فيديوهاتنا اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اسأل حضرتك عن الأب الشاذ اللي هو الأب الإيه؟ اللي هو مقاطع بناته بيكلمهم ومراته. لا مش فاهمة، مش فاهمة. الأب الأب اللي هو ما بيكلمناش، احنا قاعدين في نفس البيت مش بيكلمنا. بالي يا مريم، يعني اصل انت قلتي كلمة كده صعبة اوي، الأب الشاذ. يعني ايه شاذ؟ كده من قوم لوط. انتوا متأكدين يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ازاي مش هو متجوز ومخلفكوا وكده؟ ايوه. وبعدين؟ ما احنا شفناه كذا مرة عندنا، وكان برا بيتنا وحاجات يعني مش كويسة، وما بيكلمناش ولا انا ولا مامتي ولا اخواتي ولا اي حد فينا خالص. يعني انتوا شفتوه بيعمل تصرف شاذ فواجهتوه فبقى قاطعكم ما بقاش يكلمكم. ايوه، وحدثنا في البدعة بس ما بنطلعش برا، ما بنخرجش، ما بنكلمش حد. طب انتوا لما هو اللي حبسكم؟ ولما واجهتوه ايه اللي قفل علينا الباب. قفل ايه؟ قفل الباب، ما بنطلع نجيب حاجة لينا، هو اللي بيقول كل حاجة ومفيش طلع برا. ولما واجهتوه يا مريم ايه اللي حصل؟ فضل يزعق وفضل يحلف على المصحف ان ده ما حصلش وانتوا كدابين، انتوا بتكدبوا عليا، كلام زي ده. طب مش يمكن فعلا انتوا يعني ده وهم فرق الامر عليكم؟ يعني ده ممكن يكون وهم بالنسبة لكم مفيش حاجة؟ لا، ما هيبقى وهم بالنسبة لواحدة بس، لكن بالنسبة لي انا واختي ومامتي فمش. يعني انتوا شفتوا بعينيكوا ولا تهيألكوا او ربطتوا الاحداث؟ احنا شفناه بعينينا. ايوه احنا شفناه. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا كان يعني ده كانت مرة ولا مستمر؟ ولا ما لا، هو تعرفوش؟ دايما على طول. طيب وانتوا يعني مثلا ما كلمتوش مع حد من العيلة، اخواته، اهله؟ اتكلمنا اهل مامتك كتير قوي،
كلموا كلنا اتكلمنا معاه، بس هو مش بيكبر لحد، هو مع نفسه كده، قطع نفسه اصلا من الدنيا كلها. طيب معلش، المنطق العلاقة ما بينها وبينه ايه؟ مفيش. أكيد. أحسن. مفيش، بقالهم اصلا كذا سنة ومفيش اصلا الحاجة دي مفيش نهائي. هو باباكي ده عنده كام سنة؟ هو عنده 50. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هو هي دلوقتي هي النقطة بقى إن هو كمان اللي بيظلمكوا قافل عليكوا. طب قافل علينا، ولا انا بطلع ولا اخواتي ولا مامتي مثلا تروح تشوف اهلها، ولا اهل امي يجونا، ولا حاجة خالص من الحاجات دي. لكن هل مثلا ما تقدروش ان انتوا بقى تنفصلوا عنه، ولا هو اللي بيصرف، ولا انتوا قاعدين كده في قاعدين بالوضع ده ليه؟ قاعدين في بيت، احنا البيت اللي احنا قاعدين فيه 4 أدوار، احنا قاعدين في الدور التاني وهو قاعد في الدور الأرض تحت. تمام. هو مع نفسه واحنا مع نفسنا، بيقول حاجات في البيت مثلا ينادى على صغيرة في الحاجة أو بس على كده. ايوه، يعني انتوا قاعدين راضيين بالوضع ده عشان هو اللي بيصرف عليكم؟ احنا مش راضيين، احنا عادي، احنا اصلا كده مش فارقة معانا، فلو مشينا وسيبنا البيت مش فارقة معانا. مش فارقة معانا انا عارفة، لكن انتوا بقى وضعكم هيبقى ايه لو عملتوا كده؟ هتقدروا؟ ايوه هنقدر نعيش طبعا عادي، نشتغل ونعيش حياتنا ونبني حياتنا من اول وجديد، مفيهاش اي حاجة خالص. لكن انتوا ما بتكلموش اصلا ولا ليكوا علاقة بيه؟ لا. ولا مامتك ولا اي حاجة؟ 3 سنين على كده. مين اللي ما بيتكلمش التاني؟ انت اللي بتكلموش ولا احنا هو؟ بنكلمه وهو مبيردش علينا، يعني كان في العيد الصغير رحنا وعيتنا عليه مرضاش يكلمنا. حاضر. كنت عايزة اعرف بقى حضرتكم بايه الحوار ده، يعني نعمل ايه وكده. حاضر يا فندم، حاضر. شكرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني طيب المفروض قد ايه يا استاذة دعاء؟ دقيقتين. طيب على أي حال يعني أسأل الله عز وجل أن يهديه، اللهم آمين يا رب. وإحنا تقريبا جالنا حاجة قبل كده فاكرة، واتكلمنا في شبه كده، وكان راجل تقريبا تجاوز 60 من عمره، طلع على المعاش كمان. على أي حال يعني ممكن نعمل حلقة عن المسألة دي، لأنها للأسف الشديد بعض الناس ممكن تدعو إليها وفي انتشار وما إلى ذلك، فإحنا محتاجين اللي احنا نتكلم عليها إن شاء الله بإذن الله. لكن العلاقة ما بينك وبين الأب الحمد لله اللي هو خلينا نقول يعني إيه، اللي هو منفصل، يعني الحمد لله أولا عن الأم، لأني كنت هطالب الزوجة الكريمة إن هي تمتنع عنه، إن هي تمتنع عنه. طب والامتناع ده يا مولانا يبقى شرعا وعرفا وكل شيء، اللي هي تمتنع عن هذا الرجل حتى لا تنتقل العدوى أو ما إلى ذلك، ما دامت هي قد تأكدت خلاص. النقطة الثانية اللي هو ده احنا بنقول له السلام عليكم وبنحاول احنا نوصل الرحم وهو بيمتنع عن ده،
فالإثم مضاعف عليه. ده غير الذنب الكبير اللي بتهتز له السماوات والأرض. بعض أهل العلم كان يقولوا الكلام ده ما شفناش أعظم بعد الشرك بالله عز وجل من فعل قوم لوط. اللهم عافينا يا رب. انت متخيلة ده اللي هو أعظم من القتل وأعظم من شرب الخمر وأعظم من كل شيء، حتى من الزنا نفسه. وده اللي هو قوم ايه؟ اللي هو فعل قوم لوط. فانتوا ادام سبقتوا وتقولوا السلام عليكم باب البر، ان ده حاجه ودي حاجه، يعني ده منفصل. هو في النهايه اب، في النهايه ده اب، لكن هو ما بيردش علينا خلاص. يبقى انتوا عملتوا اللي ايه؟ انتوا عملتوا اللي عليكم، وهو ده الذنوب عماله تتكاثر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالعفو، وأسأل الله عز وجل أن يمن عليه بتوبة قبل الموت. اللهم آمين. وأن يمن علينا جميعا بالتوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن محتاجين إن احنا نفرد حلقة وحلقتين في المسائل دي، ونشوف كمان كلام الأطباء في المسألة والخطورة المترتبة على الكبيرة اللي بتهتز لها السماوات والأرض. هم يعملوا إيه بقى؟ خلاص هم منفصلين. هيعملوا ايه؟ ما هيعملوا ايه؟ مش هيعملوا حاجه يعني. هم عليهم بالدعاء الى الله عز وجل، بس ما يظلمهمش بقى ويقفل عليهم والحاجات دي. يا استاذه دعاء، اذا كان هو بيعمل حاجه اصلا تهتز لها السماوات والارض، فاي حاجه بعد كده هيعملها، يعني اي حاجه بعد كده خلي بالك ده أعمال ذنوب عمالة متراكبة. يعني انت متخيلة عمالة ذنب فوق ذنب فوق ذنب، وبيعمل كبيرة فوق كبيرة فوق كبيرة فوق كبيرة. فانت عاوزة ايه من انسان زي ده؟ يعني مش عاوز اقول طمس الله على قلبي، يعني اسأل الله عز وجل أن ينور بصيرته، واسأل الله عز وجل أن يتوب عليه، وأن يمن عليه بالتوبة قبل الموت. ده هي بس اللي احنا محتاجين، ان احنا ندعو الله عز وجل. ربنا يهديه يا رب العالمين. لكن محتاجين ان احنا نشوف بقى ايه الاثر المترتب على ده. نشوف بقى كلام الاطباء بيقولوا ايه في المسألة دي. ربنا يهديه ويستر.